طريقتين أحلى من بعض للفطير المشلتت. واحدة بتاعة الأفران اللي هي قدامكم دي بطريقة سهلة جدًا، زي ما أنتم شايفين لونها جميل جدًا وباعملها على البوتاجاز، والتانية طريقة الفلاحي الأصيلة بتاعة أهالينا اللي اتربينا عليها، اللي بجد ما فيش أحلى منها. طريقة سهلة جدًا، مش هتكلف كتير. لو عندِك دقيق، الدقيق في البيت والسمنة أو الزبدة في البيت والزيت وبشوية سمنة وشوية دقيق هنعمل فطيرة وهناكل أحلى فطير. طبعًا اللي بيعشقوا الفطير المشلتت زي حالاتي هيكون مبسوط جدًا بيه. تمام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عندي كيلو ونص دقيق و3 معالق كبار سكر ومعلقة صغيرة ملح. تمام، وعندي مية للعجن، المية دافية كأني هعمل خميرة علشان أحمي العجينة، يعني أخلي العجينة حامية في إيدي. تمام، أو سخنة، طيب بلاش كلمة حامية. هبتدي أعجن فيها زي ما انتم شايفين. الدقيق ده دقيق أبيض، يعني الدقيق دوت أنا جايباه دقيق مغلف في أكياس. تمام، حطيت كيلو ونص دقيق في الحلة، والنص عشان أفرد بيه أو ربع عشان أفرد بيه، في الحدود دي يعني. تمام، عجنتي زي ما انتم شايفين كده العجينة بتلزق بس ماسكة يعني متماسكة ماسكة نفسيها. عندي صينية هحط فيها نقطة زيت وهبتدي بقى أقطع زي ما انتم شايفين. هقطعها حجم كبير عشان انا قلت لكم انا هعملها زي الفلاحي، يعني فطير شرقي فلاحي. لكن لو هو هيتعمل زي اللي بيتعمل دلوقتي يبقى لازم تكون 25 قطعة صغيرة، كده احسن لي واسهل لي. زي ما انتم شايفين اهو، هبتدي بقى احط زيت. زي ما انا قلت لكم قطعتهم حجم كبار، وهبتدي احط زيت على الوش، وهبتدي احط برضو كيس عشان خاطر يرتاح شوية. اهم حاجة الوقت اللي هيرتاح فيها من نص ساعة لساعة الا ربع، ولو خليتيها ساعة يا سلام يا سلام. على حسب، ممكن تعمليها مثلا تكوني لسه بدري على الغدا او الفطار اللي انت هتعمليه عشان ولا او العشاء، وتسيبيها ترتاح وبعد كده افرديها. دي طريقة فرد بالدقيق. انا هعمل طريقتين للفرد بالدقيق والطريقة التانية بالزيت. ده غير الفطير بتاع الافران ده، الفطير الشرقي. بص الفطيرة كبرت ازاي، اهم حاجة افرديها كويس ما يهمكيش. وبصوا زي ما انتم شايفين كده، انا بحاول بقدر الامكان ادخل الهواء في الفطير، ان انا احركه زي ما انتم شفتوا. هبتدي بقى احط بقى زبدة على زيت، عندي زبدة وزيت الاتنين مع بعض. هبتدي اعمل طبقات زي ما انتم شايفين اهو، اهي. بصوا زي ما انتم شايفين، يعني الطريقة دي احلى طريقة. كذا طبقة ملهاش عدد. زي ما انتم شايفين انا بقى هسيبها بقى ترتاح كده، مش هحطها في الصينيه فيها برضو زبده على زيت وهسيبها ترتاح، مش هقرب عليها تاني دلوقتي عشان العجينه تتفرد بعد كده. عندي زيت، هبتدي بقى افرد بقى على الزيت. يعني انا فردت مره على الدقيق، المره دي هفرد على الزيت. طبعا يا ريت لو انا عندي طبليه كان افضل بكتير، او لو عندي ترابيزه خشب كبيره افضل ليا ان افرد عليها، افضل ما افرد على الصينيه. زي ما انتم شايفين عشان بتزحلق الفطيرة في الزيت بتزحلق. تمام، وعشان الطبلية انا ممكن اعمل فطيرة حجم كبير وانا عاملاها على الطبلية. هبتدي بقى احط برضو زبدة على زيت زي ما عملت في الاولانية، لان انا التانية كل اللي عملته اختلاف عن دي ان انا فردته بالدقيق، اما دي بالزيت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبتها ترتاح وبعد كده هنقلها على صينية تانية. تعالوا بقى نشوف فطيرة الافران. طبعا انا ليه عملتهم ورا بعض؟ عشان اسيبهم يرتاحوا، اهم حاجة ان هم يرتاحوا. زي ما انتم شايفين انا دي مش هفردها بقى حجم كبير قوي، لا، اهم حاجة تكون بالطول. زي ما انتم شايفين اهم حاجة تكون بالطول، مش لازم تكون دايرة. خلاص كده عندي زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. تمام، هبتدي بقى ان انا افردها خالص على العجينة. طب هتعمليه ازاي؟ منها اعمله رول، يعني فطير الافران، الفطير المشلتت بتاع الافران بيبقى رول. وهبتدي بقى ان انا ارصه في الصينيه زي ما انتم شايفين. تمام، هحطه في التلاجة شويه، هحطه في التلاجة شويه.
دي كمان كانت ارتاحت، يعني كنت فردت كام واحدة زي ما انتم شايفين كده انا وفردت ابتديت افرد العجينه عملت واخده راحتها، عشان الفطير واخده اللي راحتها هو بتاع ابتدت تتفرد. الأفران. دي هاخدها يعني كده خدت والفرن سخنه هحطها في حوالي الفرن تلت على طول، ساعة، بعد ما احط نص لها ساعة في لو الحدود عندك دي، قشطه حطي، عشان لو خاطر كده عندك لما سمنه جيت بلدي فردتها زي ما انتم حطي. شايفين بتتفرد احط بكل لها سهولة. بس حته كمان زبده هكون برضو مسخنة الفرن اهي، وهحط بصي حته فوقيها زبده على برضو زيت زبدة وخلاص على كده، زيت. أهم واعملها حاجة الفرن كويس تكون سخنة، واحطها في الفرن. مينفعش تمام. وش فرن انا تكون عاوزه باردة. اقول لكم ان تمام والله العظيم كده خلاص كان أنا هحطها في كميه كبيره الفرن. طيب جدا أنا وكانت حلوه اهي دلوقتي بقى. دي بصوا بقى، فردت تعالى اوريكم التاني، فردها، دي ده احلى أنا من هعمل ايه؟ التانية. ده أنا دي سبت حوالي بتفرديها برضو حجم نص ساعة في صغير مش التنور. كبير زي ما انتم زي ما شايفين. انتم شايفين كده أنا بفرد كويس، مش هيبقى كبير قوي لأن أنا عاوزة اللي هو الصغير بتاع الأفراد. هبتدي برضو احط زبدة من هنا ومن هنا زي التاني بالظبط، وهعمله زي الدايرة برضو واسيبه يرتاح. تمام. هعمل لكم واحدة تاني اهي. زي ما انتم شايفين حطوا دقيق وما تخافوش من الدقيق يا جماعة، ده فطير يعني في معجنات الدقيق فيها بيبقى وحش ان انت تحطيه فوقيها، بس ده ما تخافيش. واوعوا تنسوا ان ده ملفوف وجواه زبدة، يعني محشي من جوه زبدة. تمام. اهو لفيت دايرة خلاص، خلصتها. اللي انا فردتها الاول دي اللي انا لفيتها خلاص، هعملها بقى دايرة بس صغيرة زي ما انتم شايفين كده بايدي، ويا ريت من غير النشابة. النشابة ما عملتش حاجة يعني ما ضرتهاش، بس الأحسن إني أعملها بإيدي. ودي كمان أهي عملتها بإيدي أهي. خلاص كده هروح أحطهم في طاسة، عندي طاسة على النار تكون سخنة، عندي قطعة زبدة، هبتدي أحط قطعة الزبدة لحد ما تسيح، وبعد كده هحط العجينة. ما تخافيش. أنا حطيتها ليه؟ عشان الزبدة انتوا عارفين من غير زيت بتتأكسد يعني أو بتتحرق. تمام. بصوا شكلها جميل أوي والله، شكلها يفتح النفس. خلاص هقلبها على الناحية التانية. اول ما تاخد لون، عفوا، تاخد لون من ناحيتين اقلبيها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالله عليكم اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شفتوا بقى شكلها عامل ازاي اهي. خلاص انا كده هطلعها، هي خدت من ناحيتين لون، يبقى كده استوت. ما تخافوش يا جماعه، هو بيستوي بكل سهوله. مش معنى ان انا حطاه على النار اني انا هقول بقى ادام خد لون يبقى بستويش، انتي بتبقي مهديه النار على الاخر. دي بقى طلعتها اهي من الفرن. تمام اهي. بصوا شكلها حلو ازاي. بصوا سخنه جدا طبعا، عشان خاطر كده ما كنتش قادره اطلعها. وادي شكلها طبعا وهي في الفرن. تمام. شكلها جميل جدا. طبعا الاضاءه ظلمهم، والله العظيم الاضاءه ظالمه والتصوير ظالم الفطير. بصوا بقى عملت الكميه دي كلها من كيلو ونص دقيق، يعني تقريبا دول 10 فطيرات اهم. بصوا سخن طبعا انا مش قادره امسكه. بصوا بصوا طبقات من جوه على فكره. هجيب لكم اللي تحتيها برضو بطبقات. انا عاجبني قوي الصغير على فكره، والله انا ما دقت الكبير ده خالص، انا ما اكلتش غير من الصغير. ليه؟ انا بحب الحاجه الصغيره صراحه، يعني بحب الحاجه السيمبل، ما بحبش الحاجات الكبيره قوي دي. بس طبعا لاني انتي محكمه ان انتي قاعده في بيت بيحبوا الحاجات دي. تمام. بصوا اهي سخنه جدا. طبعا الفطير الصغير كان برد شويه عنه اهو، وكان بعتنا جبنه عسل وجبنه قديمه، وصراحه كانت اكله حلوه جدا. بصوا يعني الشكل حلو جدا اهي. بصوا الفطير. طبعا انتي لما بتروحي تجيبي الفطيره دي من الفرن ب10 جنيه، يعني انتي لما بتروحي تجيبي الفطيره ب10 جنيه، اعتبري نص كيلو دقيق ب10 جنيه. وانا عملت كيلو ونص، كيلو ونص عملوا كل الكميه دي مع حته السمنه والزيت. في الفرن مش هيحطلك سمنه ولا زيت، ولا يهتموا ابدا ابدا بالنظافه اللي انت بتهتمي فيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.